السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في اليوم دوت بصراحة، انا اول ما قمت من النوم نزلت الاول جبت حاجات من الماركت كده كانت ناقصاني. لبن ومكرونات ناقصاني وخل وبتاع. انا كل اول شهر كده لازم انزل ان انا اشوف ايه اللي ناقص في البيت او ايه اللي قل منه وبجيب. ما بخليش البيت فاضي، يعني لازم اول باول ببص بفرز بشوف ايه اللي ناقصني. مثلا مكرونة صغيرة، مكرونة سباكيتي، إيه اللي ناقصة مثلا. اللي الخل لا ده في ازازة، طب اجيب ازازتين تانيين. السمنة بتاع كل ده لازم بشوفه كده بفرزه قبل ما انزل علشان اشوف ايه اللي ناقصني وبنزل الماركت وبجيبه. انا دايما بروح ماركت اسمه اسواق الشرقية لو تعرفوه. هو ليه فرعين، فرع في غمرة وفرع في عبود. هو ده بصراحة اللي انا بروحه، اسعاره حلوة جدا وبتقل عن بره بكتير. المهم قلت بعد كده اطلع بقى اشطب المطبخ وكده لان انا هنزل تاني اجيب بقية طلبات البيت. واجي هنا خلصت مواعيني وحاجتي وظبطت شقتي و... وقلت بقى اشيل المواعين ونزلت فعلا جبت الحاجه وجيت اهوت. الحاجه عباره عن ايه؟ فراخ. انا جبت 3 كيلو بانيه، وجبت فرختين كبار. الفرختين هما مش كبار يعني قوي، يعني معقولين. الفرختين 4 كيلو ونص، تمام. علشان انا هنا هقسمهم باذن الله. وطبعا هنا بقى ايه، طبعا انا ما بشيلهمش كده، انا لازم لما بجيبهم اغسلهم واتبلهم واحطهم في اكياسهم وكده. وبقسم بقى الوجبات زي ما انا عايزه. انا طبعا هنا بقسم وجبات الفراخ على عددنا، وكل واحد طبعا وعدده. انا الفرختين دول الكبار دول ممكن يكفوني باذن الله كده 3 اسابيع. ازاي؟ هوريكم ازاي. اولا احنا 3 افراد مش اكتر. وهقول لكم برضو على حاجة. احنا مش كل يوم هناكل فراخ ومش كل يوم هناكل لحمة. احنا في الغلا اللي احنا فيه ده يعني لازم برضو نحاول ان احنا نقضي من بقية الاسبوع ايام كده اي حاجة. يعني مثلا انا مثلا يعني يوم مثلا فراخ، بعمل يوم خضار. اي طبيخ بقى، اي نوع طبيخ بيقعد عندي يومين. ادي كده باللحمه، ادي كده 3 ايام كلت لحمه وكلت ايه وكلت فراخ. يوم رابع ممكن اقضيه بقى ايه، بانيه ومكرونه، بانيه بطاطس محمره. والباقي الايام بقى اللي هم هيبقوا 3 ايام، يوم كشري، يوم بطاطس مسلوقه ومهروسه مهروسه كده وجنبها بتنجان بخلل وبتاع، بالشكل ده. وبنقضي الدنيا وبتعدي. وأظن يعني 4 أيام في الأسبوع إن أنت تاكلي لحمة وفراخ وكده، ما هو البانيه برضه فراخ. يعني كده مش وحش، كده كويس. المهم هنا أنا قلت بقى أغسل الفراخ. أنا بنقعها كده في شوية دقيق وليمونتين بعصرهم عشان الزفارة وبتاع. وبعد ما بنقعهم في الدقيق وكده واغسلهم، أنا بغسلهم مرة تانية بس بنقعهم في شوية خل. وهنا دي المرحلة بتاعت الدقيق بالشكل ده. وبعد كده هنقعهم في شوية الخل تاني وشوية مية، وبسيبهم بقى كده مع بعض بتاع حوالي يعني ربع ساعة ربع ساعة كده وبشطفهم تاني. بس لازم يتصفوا طبعا من ميتهم خالص قبل التتبيلة، تمام. وهنا هسيبهم في المية المخل في المية المخل زي ما قلت لكم. وهحضر بقى الايه اللي انا هعمله، اللي او التتبيلة بتاعتها. التتبيلة عبارة عن ايه؟ دي التتبيلة بتاعتي اللي انا متعودة عليها: ليمونتين، طماطم، بصلتين حلوين متوسطين كده، قرن فلفل. والتوابل بقى ايه اللي بقدر عليه بصراحه بحطه. انا بحب احط مرق الدجاج. انا ما بحبش احط في التتبيله بتاعه الفراخ كمون، لا. مرق الدجاج، فلفل اسود، اللهم صل على سيدنا محمد، بابريكا، ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بهارات، كزبره ناشفه، واحدتين ورق لوري، واحدتين حبهان، حته جوز الطيب كده لو موجوده، مش موجوده مفيش مشكله. ودي هي التوابل اللي انا بحطها، والملح طبعا. وده التوابل اللي انا بحطها في الفراخ. لما بعوز اشوي بقى في حاجات تانية بزودها، احط معلقتين خل في الشوي، احط نص كوباية زيت في الشوي. ممكن مثلا اجيب خلطة في خلطة كده بتتباع بتاعت الفراخ بتاعت الشوي. ممكن اجيبها. لو ما جبتهاش عادي بحط الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، بس بزيادة بقى الخل وشوية زيت. ده بالنسبة ومعلقتين زبادي، ده بالنسبة لو هشوي، تمام. انا بحط التوابل اللي انا قلت لكم عليها. ولازم ست البيت طبعا ما تشيلش هم، يعني الراجل مصاريف اكتر عن اللازم. كل واحده عارفه امكانيات جوزها ودخل جوزها ايه، امشي عليه.
وامكانياتي غير امكانيات غيري. هنا بقى انا جايبه 3 كيلو بانيه، ال 3 كيلو بانيه ده مش هجيب تاني في الشهر باذن الله، دول هيكفوني. بعمل ايه بقى؟ انا طبعا بغسلهم، بنقعهم في شويه ميه وخل برده وليمونه كده، وبسيبهم برده على جنب بتاع ربع ساعه. وبعمل ايه بقى في البانيه؟ بحط يعني بقسمه. اولا احنا برضو عددنا زي ما قلت لكم 3 افراد. بعمل مش نص كيلو بانيه، لا نص كيلو بانيه بيبقى كتير علينا. يعني باخد من نص كيلو مثلا، من كل نص كيلو بتاع حتتين كده. تمام. وهنا بتبله، وبشيل منه بقى، يعني مش كله بتبله، لا بشيل منه جزء. بعمله يعني مثلا نجرسكو، النجرسكو ما ينفعش تبقى الفراخ متبله كده، وبتبقى لازم تكون بنقي الحتت البانيه اللي هي العريضه، اللي مش رقيقه، دي بعملها للنجرسكو. ده بقى البانيه اللي انا هقليه العادي. واحيانا برضو بشويه بنفس الشكل ده، بنفس التتبيله دي. التتبيله بتاعت البانيه هي برضو عاديه خالص. بصلايه، انا ما بحطش ميه البصل ولا حاجه، لا انا بحط البصلايه كلها. واحده طماطم، ده على حسب العدد، يعني لو اكتر طبعا ما بحطش واحده، لو ال3 كيلو مثلا احط بتاع 3 وحيد. والتوابل بقى. هنا بقى بالنسبه للفراخ انا هنا بقسمها. اهو زي ما قلت لكم قسمتها ازاي بقى. قسمتها يعني عملت 3 اكياس. ال3 اكياس، الفرخه متقطعه 4. يعني الفرختين هنا اتقطعوا 8. ال8 دول عايزه اعملهم 3 اكياس. لقيت صدر كبير عايزاهم يبقوا 9 قطع، لقيت صدر كبير قوي، قطعت منه حته. قطعت منه يعني قسمته نصين، وعملتهم هنا 9 قطع. ال9 قطع حطيتهم على 3 اكياس. دول باذن الله يعني يكفوني ممكن 3 اسابيع. وممكن كمان على فكره والله يكفوني الشهر كله، لو في مثلا اسبوع كده ما عملتش فيه فراخ. كده خلاص، والباني هو خلصته خلاص، وهنشيلهم بقى. ويا رب يكون استفدتوا مني ويكون الفيديو عجبكم. وهنا بقى ده اللي انا شلته للنجريسكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا ريت لايك يا جماعة.